مساء الخير، ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل شوكليت كيك تحفه، وبتطلع مويست وتحفه جدا وسهله جدا ومناسبه للمبتدئين، وكمان مش هنستخدم فيها اي شوكليت، وبتطلع قوامها مويست وطعمها تحفه جدا، وبتطلع ناجحه مع كل مره، وللمبتدئين هي ناجحه من اول مره. وللكيك بدأت بإضافة المكونات الجافة، بدأت بإضافة الدقيق والكاكاو الخام والبيكنج باودر والبيكنج صودا، وابتديت ان انا نخلهم مع بعض كويس جدا، ولو نخلناهم مرتين بيكون نتيجة افضل كمان. وبعد كده ضفت رشة الملح. ومهم جدا ان احنا ننخلهم، والكاكاو الخام بيعمل تكتلات كده في الاخر تقدروا ان انتوا تنزلوهم بالاسباتيلا. بعد كده بنبتدي ان احنا بنضيف السكر، سكر ابيض عادي، مش بنحتاج نستخدم سكر بني في الوصفة دي. وابتديت ان انا بعد كده ضفت البيض على الكيك، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا. ببتدي باضافه البيض بيضه بيضه تدريجيا، وابتدي ان انا اقلب. بعدها ابتديت ان انا ضفت الزيت على الكيك، وابتديت ان انا اقلب برده، وبعدها اللبن الرايب. واللبن الرايب هنا بيديني نتيجه وهميه وافضل جدا من اللبن. وهنا بتيجي التريك التانية في الكيك دي، وهي إضافة كوباية إلا ربع من النسكافيه أو من الماء الساخن المدوب فيه النسكافيه، أو حتى بدون نسكافيه. شوفوا بيحول القوام بتاع الكيك إزاي، وبيوديه بيخليه بيبقى كريمي وبيبقى تحفة جدا جدا جدا. وهنا بصب الخليط بتاع الكيك في القالب اللي بكون اوريدي مجهزاه من قبل كده، ورشه فيه من الزبده والكاكاو الخام. وهنا الخطوه دي مهمه قوي، ان انا ابتدي ان انا اقلب الكيك كده وهو جوه القالب، اما بالشوكه او بتسبك او باي حاجه، علشان يطلع القوام بتاع الكيك كله متساوي. وهنا دخلت الكيك على درجة حرارة 200 لمدة 5 دقايق، بعدها لدرجة حرارة 180 لغاية ما تستوي لمدة 35 دقيقة. جربوها وفعلا مش هتندموا، طعمها تحفة جدا، قوامها مويست ويعني سوبر مويست. وعملنا كمان صوص الشوكولاتة، وهنزلها لكم في البوست الجاي ان شاء الله. جربوها وان شاء الله تعجبكم. باي باي.